وبونجور، السلام عليكم من جديد. ما نهدرش على لا ميتيو اللي هدرت فيها الفيديو الاول اللي هدرت فيه على الاسباب الحقيقيه للتوتر بين الجزائر، وبالاحرى بين من الجزائر ازاء الامارات. ما كاينش توتر بين، وانما فقط الجزائر. وقلت لي دوسو ديال لي كوز، لي فغي كوز الحقيقيين، الاسباب الحقيقيه لهذا التوتر. لان محمد امين بلغيت ما هو غير بغيتكس، ما هو غير سبب باش يبنيو عليهم لا ريتوريك الحقديه ازاء الامارات. وما اتيري لاتونسيون ديالي بعد هذا النباح اللي سمعته البارح في الاعلام الجزائري على كارد ازاء الامارات. نباح ديال الفشل، نباح ديال الجرح، نباح ديال الخطوره اللي كتحس بها الجزائر. والدور الكبير ديال الامارات في يعني في الاحباط اللي كتعيشوا الجزائر. بغيت نهضر على الخرجه ديال سي بن كيران. سي بن كيران 1 ماي، عيد العمال. بطبيعة الحال أنا قلتها مرارا وتكرارا، وما كنعاودوهاش بزاف خصنا نعاودوها. أن من بين لي زاكتور بوليتيك اكتويل اللي كيعجبوني اللي في الخرجات ديالهم في الساحة السياسية، رغم أنني كنختلف وفي بعض الأحيان كنتفق، هما بن كيران اللي ما كنتمناش الطرح ديالو، وكاين مواقف ديالو اللي مزيانه، ولان فيها تناقضات، فيها فوضى فكريه فكذا، ولكن كيخدم الحزب ديالو. وكذلك الوزير العدل وهبي كذلك كيعجبني انا من واحد الناحيه الخرجات ديالو. هاد الجوج رغم انني كنختلف معهم وكنتفق معهم، ولكن هما يعني واحد المساله صحيه للحياه السياسيه المغربيه، لان كيخلقوا واحد النقاش. بكل خرجه ديالهم كيكون لو بيزاج بوليتيك جامد ميت، ولا كلام ولا كذا، كيجيو كيحركوه ويبدا النقاش وكذا، وهو جيد وصحي. رغم كيف قلت لكم كاين اشياء كيقولها عبد اللطيف وهيبي كنتبناها وشجيع وكنقول له برافو، واخا كيغلط في بعض الاحيان، ولكن عادي الانسان الغلط في بعض الاحيان يغلط عادي، ما ماشي ملائكه. في الوقت نفسه بن كيران كذلك وهادو. ولكن هذه المره بغيت نناقشوا بطبيعه الحال كالعاده بكل احترام. شفناه الخرجه ديالو اللي سب الناس بالحمير وبالميكروب. يعني عجيب، انا تعجبت كيفاش انه وصل لواحد البوفوار كبير الرئيس الحكومه سولون لا كونستيتيسيون ديال 2011. والانسان كيخرج كيوصل اللي كيخالفوا في الراي، يكون صهيوني كاع مغربي مسلم وصهيوني، ولكن توصفوا بالحمار وكذا. انا جاتني غريبه وعجيبه وكذا من طرف الشخص. ولكن في الوقت نفسه جو رسوزي وكنقول هو الكلام ليس موجه لنا احنا كفاء في الجزائر. الكلام ديال المسؤولين الجزائريين لا موجه للمغاربه ولا للقمريين ولا الامريكان، موجه للبصبع الازرق على المستوى الداخلي اللي كيبرتع فيه الحاكم العسكري في الجزائر. نفس الشيء كان اعتقد بالاجزي ديال بن كيران. الكلام موجه للناس ديالو، كيحاول يموبيليزي وحاول يستقطب الناس ويدغدغ على العواطف بالقضيه الفلسطينيه لدرجه لا بروفوكاسيون الحامير وكذا، باش يوقع الشوك، باش الناس يتبعوه. الناس كيدافعوا عليه بالمناسبه، لان الحزب كنا كنعتقدوا انه ميت سالا، لان كان كيوظف الدين وكذا، وبالتالي توظيف الدين ديالو بسبب لي ميزور غوفرنمونتال اللي دار اللي ماشي شعبيه، بالاضافه للموقف ديالو من العلاقه المغربيه الاسرائيليه، واصبح ميتا. يعني هذا التوظيف ما يمكنش يكون. ورجع من جديد، ربما غيخلق نوعا من نفس جديد، وكيحاول على الاقل راه كيحاول. واش غينجح الى حد كبير لا اعتقد، واش الى حد كبير لا اعتقد، واش جزئيا ولا ربما نشوفوا النتائج ديال الانتخابات ديالو في المستقبل. اذا هذا هو الخرجه ديالو، هذا هو الخرجه ديالو اللي كنشوفوه وشفناه. وانا بغيت نقول الراي ديالي فيه، شفت فيه بن كيران بيس. يعني بن كيران واحد في لي دو موندا القدام وقبل لي دو موندا، انه الا ما نجحتش ينحط السوارات وكذا ونمشي بحالي. هنا قال لك
ما حطش السوارت هاد المرة بن كيران واحد هذا، بن كيران بيس قال لك يدخل لدارو ويمشي بحاله، يعني بدلا من حط السوارت هاد المرة يحط. إذا نفس الأسلوب، نفس لا ريتوريك بوليتيك. الهدف ديالها لا موبيليزاسيون سي ليجيتيم، سي ليجيتيم. إلا السياسي كيكذب وكيسطر الاهداف وكيقلش من خطاب باش ندغدغ العواطف باش نموبيليزي لي ماس، وبالتالي كيدخل فيها وكيبرودوي هذا الخطاب باش يحصل على لي ريزولتا يسكونتي من خلال الخطاب ده. ومن حقه، ما يمكنليش انا نقول علاش. اذا المشكل في المتلقي. انا بالنسبه لي المشكل في التلقي ان المتلقي ماشي عقلاني، عاطفي، يمكن تلعب به كيف بغيتي، تدغدغ العواطف ديالو بحال القط، تدوز له يدك على ظهره، ثم تحصل على النتائج اللي بغيتي. فلسطين فلسطين فلسطين، في حين ان المغاربه ماشي المهمه ديالهم تحرير فلسطين، يتضامنوا حق، ولكن يجعلوا منه قضية الأولى ولا الثانية والثالثة لا، يضربوا بها الاقتصاد الوطني ديالهم لا، يهتموا بنوبسيسيون ويديروا أمامهم ناس نافذين على الصعيد العالمي عادي. هم جو فوا با لانتيغي ني ديال البلاد ولا المواطن العادي اللي اون شوماج واللي محتاج الاستثمارات واللي محتاج، والمغرب محتاج الناس اللوبيات والعالم بأسره، سواء دول سواء لوبيات سواء أفراد يوقفوا معاه. لذلك ما كنشوفش انا خلق التوتر مع لا كوميونيتي انترناسيونال في هذه القضيه، او استدعاء حماس، او حتى التضامن بطريقه اكزاجيري اللي الاخر غيشوف فيه كانه على الاقل انهم اشخاص في اخر المطاف، يشوف كانه عدو. وإلا ما احنا خصنا ننفستيو في هذه القضيه، انه لماذا لا نعمل جميعا ونخلقوا الجو لاعتبار بوليزاريو إذا استطعنا أنه منظمة إرهابية، وبالتالي الجزائر الدولة المارقة، الجماعات الفوضى اللي كتحكم في الجزائر دولة داعمة للإرهاب. هذا هو الاستثمار الحقيقي، هذا هو. ونعملوا على استقطاب الاستثمار في المغرب وخلق لي زومبلوا للشباب بدل ما يبقاو يهربوا على برا. هذا هو المشروع، هذا الجهاد من وجهة نظري، الجهاد الحقيقي، هذا هو الجهاد الحقيقي. أما فيما يخص غزة كذا مأساة إنسانية، وكاين صراع ما نقدو ليش حنا بكل صراحة. أنا شخصيا ما نقدلوش، أنا كنقول ما نقدوش. من الأحسن المغاربة والمغرب نخليو المغرب الرسمي يتضامن بطريقة دبلوماسية في حدود المستطاع، والمغاربة نفس الشيء يخرجوا للشوارع ويعبروا عن هكذا في حدود المستطاع، وما يضربوش في العلاقة المغربية الإسرائيلية، لأن العلاقة كاين فيها دو تراكتور، وكاين فيها اتفاق ثلاثي، وبالتالي من الأحسن نخدموا المصالح المغربية أولا، ثانيا، ثالثا وأخيرا، والتضامن مع الآخرين سواء كانت غزة أو دول أخرى. إلى اللقاء.